شتيدة ما قصر رأسا باع بساع والحب ضاع أبشركم بالروح شوف بيودي باي صافن. I think this song has killed me. I want to die more than I've ever died before. Someone please don't call an ambulance. Let me just never return. This is it, guys. It's been great. يقول اعتقد هاي الاغنية قتلتني. هذا هو، لا حد يخابر اسعاف، اني بعد ما راح ارجع. شوف شلون تعوج عليك العينتين فوقها. يا الله، الله يساعدك خويا بيودي باي. وصلتوا له جماعة الميمز. هلا خيي، هلا رجعنا وياكم سلسلة تحشيش يوتيوب. اليوم وصلتني هواي مشاركات من الشباب، راح نستعرضها لكم مال الفيديو، واللي يحب يشارك فراح يلقى الرابط مال الجروب وبوصف الفيديو. تلقون المنشور يمكن اسمه تحشيش يوتيوب 8 راح تصير. تشاركون بي تعليقات، علقوا تعليق واحد شباب وقللوا الفيديوهات لان تسبب لي مشاكل بالقناة. فخلينا هسه على هذا الفيديو. ما ادري يا شريف ضايفني بجروب اسمه ملحدون، وهن حسناتي ما بيهن ترميش. الله يساعدك حج قاسم عزيز، يريد يلحق الروحه. شوف العالم ايش تسوي بي. ساقتلك بقنبله لا نون لها. ليش ماكله عشاق غداك؟ هاي شبيك اقرا الجمله عدل. قريت هاكو واحد يريد يقتل حبيبته، يا بحث في النوم خربت الغزل وابوه. يا نون مال شيبل خلفوني مال قنبله. يعني تريد تقتلني بقبله؟ زين ليش؟ لو قبله باي هسه غير افتهم منك. عايش بيك. حبيبي، ولهذا يقول لك بهالوقت من تريد تتغزل لك ببنية احبك. هاي تقول احبك، هاي تفرح وياه وتتقبل وما ادري شنو. هذا هو، ما تقولها سقتلك بقنبله وما ادري شنو. هاي السوالف والمتنبي والجواهري والامعاني الدفينه. لا حبيبي، هو هذا. شوف اللي يطلع لك تريد تقتلني تقول لك هذا لو بمكانك حبيبي يدزلها قنبله. الله شاهد. يقول من تنزل بالمدينه المائيه. والله التشبيه فين جاي. قوة تمشي وتطبش بالماء مثل المخبل. تصورني يا عطواني، تصورني يا عطواني. شنو الاشكال يا الله بابا؟ هذا ابك كبوس ما شاره، هذا وجهه بصدره، هذا راس الشجره. والله يا ربي على الرسم هالهاي. اني عمالي الاخ ما غسيل في طوكيو طلع ورا صناديق الطماطم. صدق من تشوفه من بعيد عباك عمارات ومدري شنو، من تجي تتقرب شوفها ما شاء الله. يعني باش الكيلو يا ول؟ ايش الكيلو لك؟ مركز القمة للرشاقة والمدري شنو. العمر 25، الوزن 70، الطول 180، وبيا ربو 50,000. التوصيل مجاني. اي يصير بالدين؟ لا عزيزتي. زين بيش هو 50,000 سلبوها خايسة غالية ما اريد. هاي واحدة من المتابعات عيني مسوي هاي السالفة. زين للبصرة، زين بيش لكم خطيصة مات. هاي لا تأذوهم غير بيومكم. نوفت كلها سلبوها خايسة غالي ماري. هسه الحين ظلت تقول شنو الفيلم؟ ماذا يحصل هنا بحق الجحيم؟ السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. ممكن نتعرف؟ لا، صدق الله العظيم. ابويا السالفة بثانيتين انتهت بحرفين. صدق الله العظيم. الولد رأسا قال خل اسحب روحي بكرامتي ولا انان. في مال لا اختي، في مال لا. اسرع محادثة بتاريخ البشرية. والله هو بداها بتكتيك سوداء عليه بس ما نفعت وياها. العراق يصنع اول طائرة حربية. خلينا نشوف. الله. طيارة هيك يسحبها. هاي شنو هاي وضعها يا الله؟ مرة كنت اتفرج تلفزيون فشفت طبيب التغذية يقول امضغوا اللقمة 15 مرة لتكون اسهل طبعا بالهضم. جربتها رجعت ايدي للصينية لقيتهم يشربون شاي. 15 مضغة صدق تحكي انت. شايف العراقيين عمي من يقعدون على المنسف، لو من يقعدون يسوون دويرة على الاكيد. لا 15 مضغة. اصلا شو تسوي؟ طبيب التغذية العراقي يقول حط 15 لقمة بحلقك يلا تبدي تمضغ. هيك يلا تلحق حبوبة حتى ما تتفاجئ بعد بالموضوع. واذا ما تسوي هيك هاي معناها انت عاجبك تشرب بس جاي. شكلي اذا صاحبي عزمني. شجاع كريم زعيم دعار ما تخاف لو تثرت علينا حشوده. ذيب ضليل تخلي الذيب
ينهار الله. أسد خوف متين متين عمي بطار، متين. مر للعدو سطار ما تخاف. عمي راح أعزمكم على هالسالفة. الله شاهد 600,000 متابع نجيبهم كلهم على عزيمة وحدة. تخيلوا الدواوين اللي راح تطلع على مودي والمدح، وهاي أوسخ قصة حب في التاريخ. بويا شنو الوضع؟ ما تقول لي يعني هاي السيارة لو عمي تلزمها سيارتك وتوديها للصحراء وتخليها تضرب شقلنبات بالصحراء وتتمرغل، هم ما تصير هيك عمي؟ شنو هاي؟ لا بخها بالتراب لا بخ. قصة حب ومشينا وقلوب. هاي شنو هاي اللافتة يا ترى؟ العراق يرحب بكم. حط على ار خلنا نرجع احسن. عندما تشاهد فيديو على اليوتيوب فتقرأ التعليقات لتعرف رأي الناس فيه. تحية من الجزائر، اللي يحب الله ورسوله يضغط لايك. من بيشوف الفيديو في 2020؟ أنا اسمي مريم من فلسطين، والدي ميت وجدتي بالجيش، حلمي أوصل 1000 مشترك. أوف يا البهض. وينك؟ بالطريق. هذا ابد ما بيه حل يكتب، فسوى كلمة بالطريق حط له بطريق حبيبي. هو هذا اللي يسموه التكتيك البطريقي حبيبي. انت تتعاجز بس تضيف شي بسيط كلش يوضح المعاني الدفينة وهاي وش احكي ما ادري. المهم غرفتي ناقصها ثلاجة وتكمل، غرفتك ناقصها اني. هاي صحيح ناقصتني سلة زبالة هم. اي المهم خلنا نعبر على المنشور اللي اخلص المشاكل. اريد اقول لك سر بس شوف رقم 5. والله انت غالي عندي بس شوف رقم 2. احبك بس شوف رقم 11. لا تعصب اذا قلت لك شوف رقم 6. شوف رقم 12. تعبتك بس شوف رقم 8. اللي كنت اريد اقول لك اياه موجود في رقم 14. اتمنى لك امنية بس شوف رقم 3. بتحصلها في رقم 15. لا تعصب يا الغالي بس شوف رقم 13. ادري تعبتك لاني اعزك بس شوف رقم 10. اخر مرة بس شوف رقم 7. عيد سعيد وكل عام وانت بألف خير. الله يقطع هيك عيدي، عسى الله لا يدز واحد عايدني بهيك طريقة. هم هيك عيدي يا عمي ما نريدها والله العظيم. احتفظ بيها ورحم الله والديك واعتبرها واصلة. اتصل عليها بعد فراق طويل، قالها ما حنيتي؟ قالت لا بس صبغت شعري. وافترقوا مرة ثانية. هاي القصص المختصرة، هاي الرومانسيات التي تحمل معاني دفينة. تعقدوها الشغلة وعبى وحبتها وراحة وتدخلت امها ومدري شنو، صارت مشاكل بالغابة وشيل اللغوقة. هاي شوف قصة واضحة وبسيطة. قالها ما حنيتي؟ قالت لا صبغت شعري. افترقوا هاي انتهى الموضوع. تكلم بنات الصراحة شويون ينعدون على صابع. كم اصبع في هذه الصورة يا ترى؟ انا اتساءل بدهشة. هسه ذني 25 وهاي 35 حليت حبيبي على السريع. يعني هو لسه العينتين حاليا دي حاجي بس 30 وحده، مو هواي الله شايد ينعدون على اصابع. لوحة فنية بعنوان البقة كن. حتى انا باللوحات العالمية هيك يعبرون عن سالفة البق كانوا. والله العاد عمي طلعت سالفة عالمية. والله ظلمنا البق العراق عبالنا بس يمنا مسوي بيدها السود علي يا خير. طفي ماطور تانك ترس. هذه من فضل ام عباس. ام عباس للحلوين درس في قرنام يقيم في بغداد. عرض معلومات عن طف. اقوى وعده بالعرض معلومات عن طف الماطور. راح يعطيك دروس عين شلون تطفي الماطور. يلا بابا. اي هاي تالي هالمودة ها هيجي. انا اريد بس اتخيل ايش راح يصير بالكرة الارضية سنة 2050. راح يصير بالعالم. تخيلوا عيني تخيلوا شوية، حاولوا تتخيلون ايش راح يصير بال 2050 اذا هي هسه وهيك تطلع سوالف. لقد تم تسجيل الاعجاب بمنشورك بواسطة ايمن و1000 من الاشخاص الاخرين. يا الله، ايمن و1000 من الاشخاص. هاي اسمها الفيسبوك. رجعنا للسالفة الغلطين. يعني 1001 يفتحون هذا الحساب. شنو وضعك اخي؟ البنات من يتعاركن عباق يتغازلن. شوفي اقول لك حياتي باي عمري دير بالك مني حبيبتي افتهمت عيوني. غزل مو عركة. اي والله صدق غزل مو عركة. شنو هاي؟ تبوا كلامكم بابا انت اساس عصبية ومدري شنو حياتي باي عمري دير بالك عيوني. كلام خرطي.